طالبان شجرتان أطفال. لورا، ضعي اسم إشارة مناسبا في الفراغ أمام الكلمات. تقدرين؟ أقدر. قولي أقدر ولا تقولي أقدر. 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 هل تعرفين أسماء الإشارة؟ أعرف. هذا، هذه للمفرد، هذان، هاتان للمثنى، وهؤلاء للجمع. أحسنت يا لورا، أحسنت. إذن ضعي اسم إشارة مناسبا في الفراغ أمام الكلمات. تفضلي. ولد. هذا ولد. صح، ولد مذكر، واسم الإشارة للمذكر هذا. بنت. هذه بنت. ممتاز لورا. هذه اسم الإشارة للمؤنث هذه. طالبان. هذان طالبان. هذان طالبان. ما اسم الإشارة للمثنى المؤنث يا لورا؟ هاتان. هاتان شجرتان. هاتان اسم إشارة للمثنى المؤنث. والآن كلمة أطفال. هؤلاء أطفال. هؤلاء. أحسنت يا لورا. هذا ولد، هذه بنت، هذان طالبان، هاتان شجرتان، هؤلاء أطفال. أتوجد أسماء إشارة أخرى غير التي ذكرتها لورا؟ تفضل راجي. أسماء الإشارة التي ذكرتها لورا تستعمل للكريم. هذه جانيت. وجود. أهلا بك. هذا قلم. هذان دفتران. هؤلاء طلاب. صح، صح يا راجي. أهناك أسماء إشارة أخرى؟ نعم، يوجد اسم إشارة للقريب وآخر للبعيد. هذه جانيت. وجود. أهلا بك. أقول هذه جانيت لأنها هنا قريبة مني، ولورا هناك بعيدة، فنقول تلك لورا. صح، تلك اسم إشارة للمؤنث البعيد. وهذا جون هنا، وشريف هناك، فنقول ذلك شريف. صح، ذلك اسم إشارة للمذكر البعيد. هؤلاء اسم الإشارة للجمع القريب، وأولئك للجمع البعيد، فنقول هؤلاء طلاب وأولئك رجال. أحسنت يا راجي، أحسنت. ولاسم الإشارة تفاصيل أخرى سنتعرف عليها في درس قادم إن شاء الله. هذه جانيت، تلك لورا، هذا جون، ذلك شريف، هؤلاء طلاب، أولئك رجال.